والدلالة على كلام إسماعيل كيف يكون الأب، أبيك تصبر علي دقيقة، كيف يكون الأب عبرانيا والابن عربيا؟ ممكن تقول هذا دلالة على أن إسماعيل قد تعلم العربية من جرهم، وهذا ما أكده أثر حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أباه عندما قال: وكانت هاجر تحب الأنس وكبر الغلام وشب فيهم وتعلم العربية منهم ضمير تعود إلى جرهم، باعتبار أن جعل هاجر وابنه إسماعيل في وادي غير ذي زرع ومنهم تعلم العربية. وإلا إسماعيل مولدا كان في الشام في منطقة إيليا ما بين الرملة وإيليا، وإيليا هي القدس، وإبراهيم باتفاق الجميع مولدا في العراق ما بين أور وما بين كوش وبابل. بارك الله فيك. فهذه حقيقة، كلامك هو حقيقي. وأما بالنسبة لليمن، نعم اليمن أصل العرب، وهذه لله ثم للتاريخ. وأنا طلعت في بودكاست أخذ صدى طيب والمشاهدات بالملايين حول أن اليمن أصل العرب، والدلالة على أن قحطان مولدا ووفاة في مأرب. بارك الله فيك. وابنه يعرب. لماذا سمي يعرب ابن قحطان؟ لأنه أول من تكلم العربية، والذي أنجب سبأ، وسبأ أنجب كهلان وحمير. وبالنسبة لسبأ كلامي أنا أعطيك أدلة شرعية ولا الأدلة النسبية والتاريخية عندي بالعشرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فرو بن مسيك المرادي، حديث حسن صحيح عند الترمذي وعند النسائي وعند ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبأ قال: يا رسول الله، سبأ امرأة ولا أرض ولا رجل؟ قال: لا امرأة ولا أرض، وإنما رجل أنجب 10 6 يمنوا في اليمن و4 تشاءموا ذهبوا إلى الشام. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قالوا: يا رسول الله ما أنمار؟ قال: أنمار من أخذ عمه بجيلة. فهذه دلالة على أن سبأ اسم رجل، وما يقال إن سبأ أول من سبأ أحسنت، لأنه أول من سبع الأسرة واسمه عبد شمس وقيل عامر. لكن للأمانة اليوم هناك هجمة كبيرة على لله ثم للتاريخ على القبائل القحطانية وعلى اليمن. لا نعلم من هي الجهة التي تقود هذه الهجمة أخوي. أنا بعلمك ثم للتاريخ وللأمانة، والواجب اليوم على كل قحطاني حر شريف أن يبين الحقائق بكل رحابة صدر شمالية وبكل احترام وبكل علم وبكل معرفة وبكل اطلاع ضمن ضوابط إثبات النسب ومنهجية البحث التاريخي. وآسف على الإطالة، بارك الله فيك. الله يجزاك خير. بعلمك تقول لي على الهجوم، أنا حذفوا قناة اليوتيوب صار 3 سنوات بسبب المقطع اللي نزلته. أول شيء، أول إيميل أعطوني تم إيقاف الإيرادات المالية، ثم الإيميل الثاني حذف قناتك. سويت قناة ثانية ومن أمس وأنا أنشر وأسوي جاني إيميل ثاني الحين تم إزالتك لأني رديت نفس المقطع، والحين بسوي قناة ثالثة برد نفس المقطع. للعلم كل مقطع يحضرون الجهاز كامل، حضروا جهازي الأول ما عاد أنزل على اليوتيوب، حضروا الجهاز الثاني، بس بكرة بجيب جهاز ثالث بسوي على اليوتيوب. بس ما أدري يا طارق إيش السالفة، يعني ليه الناس تنكر هذا الشيء؟ وش الهدف؟ اليوم يا طويل العمر هناك من يدعي الوطنية ويفهم الوطنية خطأ. أخوي بن عبد الله، الإمام الشافعي يقول: من حفظ التاريخ زاد عقله. وسفيان الثوري يقول: عندما استعمل الرواة التزوير استخدمنا لهم التاريخ علم الأنساب هو علم له تماس بالشريعة الإسلامية، لكن نجد اليوم من يخوض في علم الأنساب وفن التاريخ دون علم. لذلك يقول العلماء: من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب. اليوم قاعد أقول لك هناك أوائل من دونوا في الأنساب والتاريخ عندما سئلوا عن اليمن قالوا: اليمن أصل العرب وأهل البيوتات والحسب وأهل طاعة ولزوم الجماعة. هذا مو كلام طارق، هذا كلام أوائل من دونوا في الأنساب والتاريخ. فإن قلنا هؤلاء مزورين فعلى علم الأنساب وفن التاريخ السلام، لأنهم هذول أصحاب مدارس. فاليوم من يستطيع أن يعارض أوائل من دوروا كابن الكلبي وابن سلام وابن قتيبة والمسعودي بارك الله فيك وابن إسحاق؟ أما موضوع نسب قحطان إلى إسماعيل هذا الكلام غير صحيح، والدليل على ذلك أعطيك دليل جميل جدا وتحت مبدأ خير الكلام ما قل ودل. إن قلنا إن اسم قحطان هو قحطان ابن الهميسة ابن تيمن ابن نبت ابن إسماعيل. أوكي. كيف إسماعيل يتزوج رعلة بنت عمرو ابن مضاد ابن جرهم ابن قحطان ابن تيمن ابن الهميسة ابن تيمن ابن نبت ابن إسماعيل؟ هل يصح أن إسماعيل تعود فيه آلة الزمان عليه السلام 10 أجيال إلى الوراء ليتزوج حفيدته 9 أو 10؟
ممكن يا ابن عبد الله كيف يصح ذلك؟ فاثبت لهم اليوم، والكتابه بشرك راح يصدر، ومو هو مصدر ومصدرين، واي معلومه اجيبها ما عليها دليل انا اتحمل المسؤوليه امام الله ثم امام رجال اللي مثلك وشرواك. في نسب قحطان اكثر من 50 مصدر، في نسب جرهم ابن قحطان جمعت اكثر من 25 مصدر تقول ان جرهم ابن قحطان، وان جرهم اتت من اليمن، وان منهم تعلم العربية إسماعيل. وهذا كلام حبر الأمة صحابي جليل عبد الله بن عباس يقول وتعلم العربية منهم. وهنا يعلق من ابن حجر العسقلاني في الإصابة في معرفة الصحابة وغيرها يقول وهذا دليل على أن إسماعيل لم يتكلم العربية ولم يكن أبوه وأمه عربا. ارجع إلى تعليق ما جاء في حديث صحيح البخاري 3364. طيب دكتور طارق، نرد ورا، نخلي اسماعيل عليه السلام نرد ورا، نتكلم على شيء بدليل من القرآن والسنة. هود عليه السلام هو أول نبي عربي، صح؟ صح. هود عليه السلام قومه عاد، صح؟ صح. عاد سكنوا في الأحقاف، صح؟ نعم. السؤال أين الأحقاف؟ الأحقاف بارك الله فيك سكنتها قوم عود وقوم عاد، وقوم عاد هم يعودون في إرم ابن سام. لكن هناك من المصادر أخوي ابن عبد الله من يقول إن قحطان بن هود، وهود هو عابر ابن شارخ ابن أرفخشد بن سام. والدليل على ذلك إن وفاة نبي الله هود عليه السلام في منطقة الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية باتجاه اليمن. بل هناك يا أخوي يا ابن عبد الله طبعا جمعت عليه مصادر كثير، هناك من يطعن اليوم ويريد إخراج اليمن من الجزيرة العربية، وهذا الكلام ظلم يا أخوان. والنبي صلى الله عليه وسلم ترى حذر من الطعن في الأنساب، قال 2 فيهم كفر. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال الطعن في الأنساب والتفاخر في الأحساب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من انتساب الرجل ترى إلى غير أبيه في حديث صحيح، قال من انتسب لغير أبيه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعون، نسأل الله السلامة. واليوم اللي قاعد يخوضون بهذا العلم ومحاولة تغيير اتجاهات نظرية تاريخية ثابتة بالأدلة والبراهين ما هم إلا أصحاب هوى. لذلك يقول علي رضي الله عنه وأرضاه إني أخوف ما أخاف عليكم من الهوى وطول الأمد. قالوا علي لماذا الهوى؟ قال لأنه يسد الإنسان عن سبيل الحق. فالهجمة كبيرة، الهجمة أمر دبر بليل لتغيير المحاور التاريخية وجعل جميع العرب أبناء إسماعيل، وهذا رأي ضعيف لا يصح على أوائل من دونوا في الأنساب والتاريخ. فمن يريد أن يكون منصف وصاحب شروط وصاحب معرفة واطلاع عليه أن يقول جميع الأقوال ولا يقتصر على قول واحد. واللي نشوف اليوم هو أناس يحاولون الهمز واللمز تجاه بلد عربي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بأجمل الأذكار، هم أهل اليمن أهل العلم وأرق أفئدة، وأهل اليمن أهل المعرفة. وبالفعل هذا الأمر معيب جدا. فالجغرافيين بما فيهم صاحب حدود العالم ما بين المشرق والمغرب وصاحب نزهة المشتاق الشريف الإدريسي، هذول علماء في الجغرافيا، والأسطري والحميري وياقوت الحموي وأبو الفدا الحموي، وما بيعطيك مصادر أكثر في الجغرافيا. اتفقوا على 3 جهات للجزيرة العربية. الجهة الجنوبية حدود سواحل بحر العرب، كيف تكون اليمن مو عربية وما وراءهم بحر العرب؟ فلماذا سمي بحر العرب؟ الجهة الغربية بحر القلزم البحر الأحمر، هذا ثابت عند الجغرافيين. الجهة الشرقية من الخليج العربي. أما اختلفوا في الجهة الشمالية من الجزيرة العربية، فمنهم من قال تصل إلى ديار تركيا حاليا اللي هي ديار بكر، ومنهم من قال إلى نهر الفرات، ومنهم من قال إلى دون ذلك. لكن الموضوع موضوع دس السم بالعسل. أنا دوختك وطولت عليك، الله يطول عمرك. لا ما طولت. في شيء الحين الكعبة المشرفة في جهة الركن اليماني، ليش سميت الركن اليماني؟ نسبة إلى اليمن بارك الله فيك. وهل من هذه الجهة تعتبر يعني كانت اليمن ما هي جهة، اليمن إقليم بارك الله فيك. لا أقصد من هذه الجهة تبدأ من الكعبة هذا الاتجاه، أقصد يعني من هذه الجهة.
عرفت تجاهها. هم اختلفوا على جهة إن هل من الركن اليماني أو ما دون ذلك، لكن اتفقوا أخوي بن عبد الله على أمر معين. الجغرافيين اتفقوا على إن اليمن جزء لا يتجزأ من الجزيرة العربية، بل لم أجد مصدر جغرافي واحد يقول إن اليمن خارج الجزيرة العربية. أما يعني الجزيرة العربية واليمن هو أصل العرب وعمق العرب، الجزيرة العربية واليمن مع بعض موحدة كذا، ما في شك في ذلك. لكن أصل القبائل القحطانية والتي تسمى بالعرب العاربة أو العرب العرباء كما جاء عند الجوهري وعند ابن عباس وغيرهم من المؤرخين، انطلقت من اليمن، باعتبار أن قحطان مولدا ووفاة ويعرب مولدا ووفاة، يعرب ابن قحطان هي من اليمن. وقد فاضت القبائل اليمانية بعد انهيار سد العرم أو ما يعرف في سد مأرب، والذي تكلم وفصل فيه حتى في تفسير الآيات القرآنية عبد الرحمن السهيلي في مصدر جميل جدا اللي بيستفيد هو الإعلام والتعريف، يؤكد دون أدنى شك أن القبائل القحطانية خرجت من اليمن، ومنهم الأنصار وهم بطن أزدي يعودون في نسبهم إلى النبت بن خيار بن كهلان ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب أو ابن قحطان، ومنهم الغساسنة في الشام، ومنهم الأوس والخزرج الأنصار، وقبائل الزحراني والشمراني والغامدي وبال أحمر والبال أسمر والشهري والشهراني. العتيبي موجود؟ الكلبي عتيبي قبيلة من هوازن، وهوازن من قبائل خصفة ابن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدران. والله مليون نعم بالعيل، برقة وروق ومليون نعم، ما يحتاج. وبكل القبائل. على كل حال أنا طولت.